اللي قول لي يا برشامة، هو انت ما بتحلمش تكون حاجة حلوة؟ اكيد طبعا يا ابني، هو في حد ما بيحلمش يكون حاجه كويسه؟ طب انت نفسك تكون ايه؟ اكون دكتور طبعا، علشان اعالج الناس الغلابه. لا لا، مش هو قصدي ده، انت ما فهمتنيش. امال ايه قصدك يا عموكشه؟ انا قصدي يعني مش نفسك تبقى زي ايرون مان كده، زي سبايدر مان، الناس الخارقين دول؟ اكيد طبعا نفسي يا صاحبي. طب انت تعرف ان كل واحد فينا جواه قوه كده، لو قعد ويستجمع نفسه كده هيلاقي نفسه جواه قوه خارقه كده. انت بتتكلم جد؟ ايوه يا ابني طبعا. طب انت لو بقيت بطل خارق دلوقتي هتعمل ايه؟ انا لو بقيت بطل خارق هساعد كل الناس، وهقضي على الناس الشريره، واساعد كل الناس الغلابه. انت خيالك واسع قوي يا برشامة. يا عم ماشي، بكره تشوف بقى. هسيبك انا دلوقتي. الله، الواد برشامة ده بيقول كلام زي الفل، عايز يبقى بطل خارق قال. ايها البطل الخارق الذي بداخلي، هيا انطلق. ايتها القوة الخارقة التي بداخلي، هيا انطلقي. ايه ده؟ انا اتحولت بجد. ايه ده؟ انا شم ريحة غاز في البيت. يا ترى ريحة الغاز دي جاية منين؟ اما اجري اشوف المطبخ. الحقوني، البيت بيولع. يا ناس يا عالم الحقوني، الحقوني. ها، هناك من يستغيث. البطل الخارق، انا مش مصدقه انك انقذتني، شكرا ليك جدا. لا شكر على واجب. استأذن انا. انا مش مصدقه نفسي، البطل الخارق جه بنفسه وانقذني. يا حلاوه يا ولاد. اما ارجع لطبيعتي بقى علشان اروح للواد حموكش. الحمد لله ان انا قدرت انقذ الست دي قبل ما النار كانت تاكل البيت كله. اما اروح للواد حموكشه بقى. ايه يا حموكشه، عامل ايه؟ انا كويس يا عم، الدنيا مقلوبه، انت فين؟ ليه خير، في ايه؟ يا عم ده كان في بيت بيولع هنا وكانت حريقه كبيره قوي. ايه اللي حصل؟ البطل الخارق جه بقى طفى الحريقه بسرعه. مش عايزه اقول لك هذا برشامه ما خدتش في ايده غلوه. لا يا راجل. اه والله انا كان نفسي تبقى موجود. اقفي كده يا شطر وهاتي كل اللي معاك. ابعد من وشي دلوقتي بدل ما اصوت والم عليك الناس. مش هخليكي تعدي غير لما تجيبي كل اللي معاك. الحقوني، انقذوني. انا مش عايزك تتعبي نفسك لان محدش هيعرف ينقذك من ايدي. انا كان نفسي تكون موجوده يا برشامه وتشوف اللي عمله البطل الخارق. حموكشه، انا لازم امشي دلوقتي حالا. ليه يا ابني؟ انت لسه قاعد معايا دلوقتي، هتمشي تروح فين؟ لا معلش يا حموكشه، انا لازم امشي دلوقتي حالا. الواد ده مش مرتاح له، مش مظبوط كده. ايها البطل الخارق الذي بداخلي، هيا انطلق الان. هناك من يستغيث. بقولك طلعي كل الفلوس اللي معاك. الحقوني. ها، البطل الخارق؟ ايوه البطل الخارق اللي جاي يقتلك يا مجرم. خلاص مش هعمل كده تاني، ابوس على ايدك. اياك تفكر تتعرض لحد تاني وانا موجود. اتفضلي روحي انت يا انسه. البطل الخارق، شكرا جدا جدا انك انقذتني من هذا المجرم. انا بشكرك جدا جدا. انت رحت فين يا ابني؟ انا كنت في مشوار ضروري قوي يا حموكشه، وكان لازم اروح. خلصت يعني المشوار؟ ايوه يا عم خلصت، وكان لازم اخلصه. ايه يا ابني انت وهو، انتوا فين؟ خير يا لفتة، في ايه؟ يا ابني الدنيا خربانة في البلد. بيقولك ان البطل الخارق نزل وانقذ واحدة من جماعة بلطجية طلعوا عليها. ايوه ما انا عارف، وكمان بيقولك راح طفى حريقة كبيرة قوي في بيت في البلد هنا. والله البطل الخارق ده ربنا يخليه للبلد، بيعمل حاجات كتير خير. يا ما نفسي اشوفه يا برشام البطل الخارق ده.
هتعمل ايه معاه يا حموكشة؟ هتصور معاه سيلفي طبعا، وهنعمل معاه فيديو وننزله على التيك توك. يلا يا ولية طلعي كل اللي معاكي، مش عايز ولا نفس ولا صوت. يا لهوي حرامي. بص مش عايز ولا نفس يا ولية، هقتلك. طلعي كل الذهب والفلوس اللي معاكي يلا. الحقوني حموكشة انا لازم امشي دلوقتي حالا. يا ابني. في ايه يا ابني كل شوية تمشي دلوقتي حالا؟ في ايه؟ معلش يا حموكشة انا لازم امشي دلوقتي لما ارجع افهمك. هو في ايه الواد ده ماله؟ برشامة مش مظبوط يا عم، ده من بدري برضه ونفس الحركة عملها معايا، ما بقتش فاهم فيه ايه. طلعي كل اللي معاك وخلاص يلا قبل ما اخلص عليكي. علشان خاطري سيبني، انا عندي عيالي وعايزه اربيها. لو انت عايزه تعيش وتربي عيالك قولي لي على الفلوس والمجوهرات انت شايلاهم فين.